رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. لو حد عايز يسافر دولة تانية هيعمل ايه؟ هيخرج من بيته، بعد كده يمشي شوية يخرج من الحي السكني اللي هو فيه، يمشي كمان شوية يخرج من مدينته، يمشي كمان شوية يخرج من دولته، وبعد كده يروح لدولة تانية. أكيد هو في الطريق هيعدي على بيوت ناس تانية وعلى أحياء سكنية تانية وأكيد على دول تانية وهكذا. طيب ده على كوكب الأرض. لو الراجل ده بقى حب يطفش من المكان اللي هو فيه بس طلع لفوق برا كوكب الأرض والمجموعة الشمسية وفضل مكمل، هيوصل لفين؟ وده اللي هحاول أجاوبكم عليه في الفيديو النهاردة إن شاء الله. اهلا بكم في قناة ميني ان 1، والنهاردة هتكلم عن احنا فين في الكون. خرجنا برا كوكب الارض، اول حاجة هنقابلها طبعا القمر. نبعد كمان شوية هنلاقي ان كوكبنا هو الكوكب الثالث في الكواكب الداخلية للمجموعة الشمسية اللي بتدور حوالين الشمس. قدامنا عطارد والزهرة وورانا المريخ. طيب نبعد كمان شوية هنلاقي ان في 4 كواكب تانية كبيرة وهما المشتري وزحل واورانوس ونبتون، اسمهم الكواكب الخارجية للمجموعة الشمسية. واللي بيفصل بينها وبين الكواكب الداخلية هو حزام الكويكبات. لحد دلوقتي المفروض أي حد معدي 6 ابتدائي يكون عارف المعلومات دي. ندخل بقى في الجديد. بعد ما شفنا كل الكواكب دي ملقناش حاجة كده العلماء كانوا عاملين عليها قلق، وهي بلوتو. نبعد بقى شوية عشان نشوف بلوتو فين. هنلاقي نفسنا في منطقة كبيرة اسمها حزام كايبر، ودي المنطقة اللي فيها أجسام متجمدة وكويكبات تانية كتير زي بلوتو وإيريس وماكي ماكي وغيرهم. وفي كمان جسيم غريب اسمه أريكوث، ممكن نبقى نعمل فيديو عنه بعدين. طيب نبعد شوية كمان هنلاقي نفسنا في سحابة أورت، وهي تعتبر مصدر النيازك اللي بتيجي في المجموعة الشمسية بتاعتنا. بتتقسم السحابة ديت لجزء داخلي وجزء خارجي. بعد ما نبعد شوية ونخرج عن الجزء الخارجي لسحابة أورت كده يعتبر رسميا خرجنا من مجموعتنا الشمسية. هنقابل بقى في طريقنا شوية مجموعة شمسية تانية زي ألفا سنتوري، واللي هي أقرب مجموعة شمسية لينا. نبعد بقى كمان شوية هنلاقي نفسنا في السحابة البينجمية المحلية، وده باختصار مكان واسع بيتراكم فيه الغازات والبلازما وغبار المجرات. نبعد بقى كمان شويتين 3 4 5 6 كده، وفي الحقيقة المفروض أكمل عد علشان نعرف نشوف مجرتنا، مجرة درب التبانة. والصراحة مش عارف أقول عنها إيه ولا إيه، عشان كده هنبعد كمان شوية. وفي طريقنا هنقابل بقى أقرب مجرة لينا وهي مجرة أندروميدا، وفي الحقيقة إحنا كلنا هنشوفها علشان المجرة دي هتخبط في مجرتنا في ظاهرة اسمها اندماج المجرات. بس متقلقوش، حاجة زي دي هتحصل كمان 4 مليار سنة تقريبا. تمام، نكمل الرحلة ونبعد شوية هنلاقي مجرات كتيرة تانية زي ما ظهرت في صورة هابل ديب فيلد، ودي تعتبر أعمق صورة عرف العلماء يجيبوها للفضاء. نكمل في طريقنا هنلاقي بقى إن كل المجرات اللي احنا شفناها دي كانت في حاجة اسمها عنقود مجري، واسم العنقود المجري اللي احنا عايشين فيه لانيكيا. طبعا لو بعدنا هنلاقي نفسنا كل شوية بنشوف عناقيد مجرية كتيرة تانية، واللي مع بعض بيكونوا حاجة تانية اسمها كوزميك ويب، ودي واحدة من أكبر المقاييس لمساحة الكون. وكل ده جوه نطاق اسمه كوزميك مايكرويف باك جراوند راديشن، ودي الأشعة الكهرومغناطيسية اللي أنتجتها ظاهرة الانفجار العظيم، وحدوده هي حدود الكون اللي احنا فيه. أعتقد كفاية كده، عشان لو بعدنا كمان شوية ممكن ندخل على الأكوان الموازية دي لو موجودة أصلا. يعتبر النهاردة ما اتكلمتش عن حاجة بالتفصيل، فكده غالبا هعمل فيديوهات عن كل حاجة قلتها النهاردة. تمام، لو عايزين نبدأ بحاجة معينة اكتبولي في تعليقات. والفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى عكس فيديو النهاردة، خمنوا بقى هتكلم عن ايه. يلا سلام.